قلق في ريال مدريد، الوافد الجديد مهدد بالغياب لفترة طويلة. مهلة جديدة لنجم ريال للحسم النهائي في اللعب لمنتخب المغرب. أنشيلوتي يرفع طلبا عاجلا لإدارة ريال مدريد. تفاعل معها أساطير الملكي، صور كيليان مبابي تعطي مؤشرا جديدا لاقترابه من ريال مدريد. ولكن قبل بداية الفيديو شاركونا برأيكم في التعليقات عن كم تكون نسبة ضم مبابي إلى ريال هذا الموسم. وإذا كنت من عشاق النادي الملكي لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم الأخبار فور نزولها. وهيا بنا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلق في ريال مدريد، الوافد الجديد مهدد بالغياب لفترة طويلة. كشفت تقارير صحفية أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسبانية بات مهددا بالغياب لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها. وكان التركي أردا جولر نجم ريال مدريد المنضم حديثا تعرض لإصابة خطيرة قبل مباراة برشلونة في الكلاسيكو والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثية دون رد وديا. ونشر ريال مدريد التقرير الطبي لأردا جولر في الساعات الماضية، حيث خضع اللاعب لفحوصات طبية، واتضح أنه يعاني من إصابة في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى، مما جعله يغادر المعسكر التدريبي للفريق في أمريكا ويعود إلى العاصمة مدريد ليبدأ خطة العلاج. ولم يكشف النادي الملكي عن المدة التي سيحتاجها أردا جولر للتعافي من الإصابة والعودة إلى الملعب، وسط أنباء تؤكد غيابه لفترة طويلة عن الملعب. وأكد ريبولا الطبيب الشهير في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية أن هذا النوع من الإصابات يحتاج أحيانا لتدخل جراحي، وسيتم تحديد هذا الأمر بعد أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية في مدريد في الساعات المقبلة. وتابع: حال كانت الإصابة شديدة فقد يحتاج أردا جولر لتدخل جراحي، وسيحتاج لفترة تعافي تصل إلى 5 أشهر، لكن هناك طريقة أخرى للعلاج تتطلب 12 أسبوعا، ويبقى فيها اللاعب تحت المراقبة لتقييم حالته إن كانت تستدعي تدخلا جراحيا أم لا. مهلة جديدة لنجم ريال للحسم النهائي في اللعب لمنتخب المغرب. أمهل الناخب الوطني وليد ركراكي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسبانية شهرا واحدا لحسم موقفه من الانضمام إلى المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة. وكشف مصدر مسؤول لموقع سبورت 1 أنه مع الإعلان عن اللائحة التي ستواجه منتخب ليبيريا وبوركينا فاسو في سبتمبر المقبل، ستنتهي المهلة التي حددها وليد ركراكي للنجم السابق لميلان لحسم موقفه. وأوضح المصدر ذاته أنه بانتهاء المهلة سيتم إغلاق ملف إبراهيم دياز نهائيا، سواء بالموافقة وبالتالي انضمام إلى تشكيلة المنتخب الوطني أو بالرفض وإسقاط اسمه نهائيا من حسابات الناخب الوطني. وكان ركراكي قد سافر في وقت سابق إلى إيطاليا للاجتماع بإبراهيم دياز لإقناعه بالالتحاق بالمنتخب الوطني، وأبدى موافقة مبدئية قبل أن يتردد في ذلك، ما دفع الناخب الوطني إلى عدم استدعائه للمشاركة في مواجهتي البرازيل والبيرو. أنشيلوتي يرفع طلبا عاجلا لإدارة ريال مدريد. كشفت تقارير صحفية اليوم أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد رفع طلبا عاجلا لإدارة فلورنتينو بيريز. ووفقا للمعلومات الواردة من تقارير صحفية إسبانية أنه لا يزال أنشيلوتي يطلب من بيريز أن يوقع مع لاعب بمركز 9 في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويرى المدرب الإيطالي أن النادي الملكي في احتياج حقيقي للتوقيع مع مهاجم جديد أو حسم صفقة مبابي، وهو ما ظهر في مباراتي ميلان وبرشلونة الوديتين. تفاعل معها أساطير الملكي، صور كيليان مبابي تعطي مؤشرا جديدا لاقترابه من ريال مدريد. بين الحين والآخر يوجه كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسية رسائل مبطنة تشير إلى اقتراب انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسبانية. مبابي الذي انتهى عقده مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2024 وأعلن بالفعل أنه لا ينوي التجديد، شارك مع متابعيه صورة من 3 بطاقات تحمل رقم 9. صحيفة ماركا الإسبانية أشارت إلى أن الرقم 99 الذي شاركه مبابي وحسب أحد رواد الصحة العقلية وتعليم الرفاهية هو رقم ملائكي قوي للغاية، يمثل نهاية دورة وبداية دورة جديدة. المصدر نفسه أشار رقم 999 يرتبط غالبا بتغييرات كبيرة في الحياة مثل نهاية وظيفة أو علاقة، ويمثل وقتا للتجديد والتحول. ومع حقيقة أن رقم 9 في ريال مدريد يعد من الأرقام القليلة المتاحة في الفريق الأول للنادي الملكي،
فقد ربط المتابعون أن مبابي يوجه رسالة قوية على ارتدائه للرقم إذا ما تم انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف الحالي. الصورة التي شاركها مبابي مع متابعيه الذين يتجاوز عددهم 106 ملايين قد جذبت بالفعل أكثر من 4.5 ملايين إعجاب، من بينهم الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الحالي، والبرازيلي مارسيلو، والإسباني سيرخيو راموس أسطورتي النادي الملكي. وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تنوي التقدم بعرض رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد دخول ليفربول الإنجليزي في الصفقة. وقامت الصحيفة بإجراء استفتاء للجماهير بشأن مصير مبابي، وظهرت حالة من الثقة الكاملة بين الجماهير في عملية انتقال اللاعب إلى سانتياغو برنابيو. وصوتت الجماهير بالنسبة الأعلى في التصويت بواقع 68%، تؤكد اقتراب اللاعب مقابل 23 يعتقدون أنه سوف يستمر مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل. أما النسبة المتبقية التي تبلغ 9% فقط يتوقعون انتقاله إلى ليفربول بالصيف الجاري. ووفقا لشبكة مونتو كارلو الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يتوقع تلقي عرضا قليلا ومهينا في اللحظة الأخيرة من غلق الميركاتو الحالي من ريال مدريد للتعاقد مع مبابي. وتابعت أن مسؤولي باريس سان جيرمان لديهم قناعة بأن مبابي قد تم بالفعل اتفاقه مع ريال مدريد للانتقال إلى صفوفه في الصيف المقبل. يذكر أن ناصر خليف رئيس باريس سان جيرمان سبق أن أعلن في تصريحات عدم رغبته في السماح لكيليان مبابي بالرحيل مجانا عن صفوف الفريق. أنشيلوتي يربك حسابات فينيسيوس في ريال مدريد. كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الأحد عن سر تراجع المستوى البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في الفترة الإعدادية للموسم الجديد. وبحسب صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، فقد قام كارلو أنشيلوتي مدرب ريال بتغيير طريقة اللعب في ريال مدريد من 4-3-3 إلى 4-4-2، حيث أشرك النجم الإنجليزي جود بلينغهام خلف فينيسيوس ورودريغو، واللذان لعبا كمهاجمين. وأوضحت الصحيفة أن رودريغو قدم أداء جيدا في هذا المركز، خاصة وأنه ليس بجديد عليه حيث شارك فيه بالموسم الماضي. وأوضحت الصحيفة أن رودريغو قدم أداء جيدا في هذا المركز، خاصة وأنه ليس بجديد عليه حيث شارك فيه بالموسم الماضي وقت غياب بنزيما، بينما يفضل فينيسيوس اللعب على طرف الملعب. وأكدت الصحيفة أنه خلال الشوط الأول من الكلاسيكو الوديع أمام برشلونة كان من الممكن رؤية أن فينيسيوس مرتبكا بعض الشيء في مركزه الجديد لعدم وجوده في مركز الجناح والاستفادة من سرعته ومراوغته. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم حل الأمر في الشوط الثاني عندما عاد فينيسيوس إلى مركزه الأساسي في الجناح الأيسر، واستغل سرعته ومراوغته لصنع الخطورة لريال مدريد. وسئل أنشيلوتي بعد المباراة عن مركز فينيسيوس الجديد وقال: يتكيف بشكل جيد مع النظام الجديد، يحب اللعب في الداخل أكثر، لقد سدد 3 كرات في العارضة وكان بطلا إيجابيا دون أن يسجل. وحقق برشلونة فوزا عريضا بنتيجة 3-0 خلال مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد صباح اليوم الأحد ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد بالولايات المتحدة الأمريكية.